التكشيطة المغربية هي زي تقليدي مغربي أصيل، يعتبر من أرقى وأفخم الأزياء النسائية في المغرب. ترتدى عادة في المناسبات الكبرى كالأعراس، الأعياد والحفلات الرسمية. مكوناتها: تتكون التقشيطة من قطعتين رئيسيتين، التحتية أو الداخلية، وهي فستان داخلي بسيط التصميم، يكون عادة من قماش خفيف مثل الساتان أو الموسلين، وقد يكون بأكمام طويلة أو قصيرة. الفوقية أو الخارجية، وهي الفستان الخارجي الذي يلبس فوق التحتية، وتكون عادة مصنوعة من أقمشة فاخرة مثل المخمل، البروكار، الساتان أو الحرير، وتتميز بالتطريزات اليدوية المعقدة والزخارف الغنية التي تنجز بالخيوط الذهبية أو الفضية أو الحريرية، وقد تزين أيضاً بالأحجار الكريمة أو الترتر. التصميم والزينة: تتميز التكشيطة بقصاتها الأنيقة والمحتشمة، وتكون غالباً مفتوحة من الأمام لتظهر القطعة التحتية. يختلف تصميمها وألوانها وزخارفها باختلاف المناطق المغربية والذوق الشخصي، لكنها دائماً ما تعكس الفخامة والرقي. الحزام المضمة: يلبس مع التقشيطة حزام عريض يسمى المضمة أو الحزام، يكون عادة مصنوعاً من نفس قماش التقشيطة أو من قماش فاخر آخر، ويزين بالتطريز أو الأحجار الكريمة، ويشد حول الخصر لإبراز جمال القوام. التاريخ والأصالة: التقشيطة ليست مجرد لباس، بل هي جزء من التراث الثقافي المغربي الغني، وتجسد الحرفية اليدوية والذوق الفني للمرأة المغربية عبر الأجيال، وقد حافظت على مكانتها كرمز للأناقة والتقاليد، مع تطورات طفيفة في التصميم لتواكب العصر